هي الانديه بتكسب ايه لما بتاخد بطولات؟ الموسم الحالي من الكره الاوروبيه توج فريق باريس سان جيرمان بدوري ابطال اوروبا، بس يا ترى خد كام؟ وهل مكاسب الانديه فعلا بتكون من البطولات بس؟ لازم تعرف ان كره القدم مش مجرد لعبه، ده بيكون بيزنس كبير بملايين ومليارات، يعني بيكون مشروع ليه ارباح وخسائر وناس شغاله، وان مصدر مكاسب الانديه دي مش بتكون مقتصره على تذاكر الماتشات او حتى البطولات، بيكون في مصادر دخل تانية بيدفع فيها مليارات حرفيا، زي مثلا البث التلفزيوني او رعاة الانديه اللي اسمائهم بتتحط على التيشيرتات، زي مثلا سبوتيفاي مع تيشيرت برشلونه، ده غير بيع اللاعبين او بمعنى ادق التجاره فيهم. عشان كده في انديه كتير بتقدر انها تجيب اللاعب سواء ب 10 او ب 20 مليون وتقدر تبيعه ب 100 وب 150 مليون، غير طبعا بيع تيشيرتات اللعيبه دي. يعني الكوره مش مجرد ماتش او بطوله بنتابعها وخلاص، لا ده بيزنس بيتحرك كل دقيقه، والانديه الانجح فيه مش الانديه اللي معاها فلوس اكتر بس، الانديه الانجح هي الانديه اللي تقدر تدير الفلوس صح وتعرف امتى تشتري لاعب وامتى تبيع. فلو انت من جماهير باريس سان جيرمان وتعرف هي خدت كام لما فازت بابطال اوروبا، شاركنا في التعليقات وتابعنا علشان تستفاد. انا امير اشرف، سلام.